بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اقتربت إدارة النادي الأهلي من الاتفاق مع نجم منتخب تونس محمد علي بن رمضان للانضمام لصفوف النادي الأهلي. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. صرح الإعلامي محمد فاروق إن النادي الأهلي اقترب من إتمام الاتفاق مع النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكا فاروزي والذي يلعب في الدوري المجري على الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات القادمة، حيث رشحت إدارة التخطيط اللاعب منذ فترة طويلة، وسبق أن حدثت مفاوضات مع اللاعب لكنه انتقل في اللحظات الأخيرة إلى النادي المجري، حيث يسعى الأهلي لتكوين فريق قادر على المنافسة في كأس العالم للأندية 2025. وفيما يلي بعض المعلومات عن اللاعب: محمد علي بن رمضان، السن 24 سنة، الطول 185 سم، المركز لاعب وسط وصانع ألعاب. لعب هذا الموسم 11 ماتش، أحرز هدف وصنع 3 أهداف. وكان الأهلي يبحث عن بديل للدولي المالي إليو ديانج الذي تأكد رحيله عن الأهلي نهاية الموسم. ويعتبر محمد علي بن رمضان من أفضل لاعبي خط الوسط في أفريقيا لما يمتلكه من مهارات الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط وامتيازه بالرؤية داخل الملعب وقدرته على إيصال زملائه للمرمى بكل سهولة. كما لديه القدرة الكبيرة على قطع الكرة والتغطية في الهجمات المرتدة. كما يجيد الخروج بالكرة، وهذا ما يبحث عنه المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، حيث يبحث عن لاعب يمكنه بناء الهجمة يكون نقطة الوصل بين الدفاع والهجوم. عموما لو النادي الأهلي قدر يخلص في صفقة بن رمضان هتبقى صفقة جوه الجول. لو الفيديو عجبك اشترك في القناة والسلام عليكم.